تخيل لو قلت لك انك بتخسر 50 يوم من عمرك كل سنة وانت مش واخد بالك. انت متخيل قد ايه الوقت اللي بيضيع ده ممكن يغير حياتك؟ في دراسة حديثة لقوا ان الانسان العادي بيقضي اكتر من ساعتين يوميا على الموبايل، وده بيساوي 50 يوم تقريبا في السنة. الوقت اللي بيضيع ده ممكن يكون الفرصة اللي بتدور عليها عشان تحقق أحلامك، وفي نفس الوقت اللي انت لسه بتقول فيه هبدأ بكرة في حد تاني بيبني حياته ومستقبله. الأيام بتعدي وسر النجاح مش في الذكاء ولا الحظ، السر في كلمة واحدة: الانضباط. والدليل إيلون ماسك بيشتغل 80 ساعة في الأسبوع، وانت ممكن تكون بتصحى الساعة 1 الظهر وبتسأل نفسك ليه أنا مش ناجح. إدارة وقتك مش رفاهية، دي الفرق بين شخص ناجح وشخص تاني بيدور على اعذار. عقلك مبرمج انه يهرب من اي حاجه فيها مجهود، وده اللي بيخليك تبدا اليوم بحماس وتنهيه باحباط. ممكن تكون طول اليوم بتعمل حاجات بس مفيش ولا حاجه منهم عملت فرق في حياتك. لو النهارده زي امبارح يبقى مستقبلك هيكون نسخه من اللي فات. عقلنا بيخدعنا ان دايما عندنا وقت، بس الحقيقه ان الوقت مش بيستنى. الوقت هو المورد الوحيد اللي مش بنقدر نعوضه. طب ايه الحل؟ الحل الاول: ابدأ قبل ما تفكر. اكتر عادة بتبوظ اي حلم التفكير الزائد. عقلنا بيحب الكسل، كل ما تديه فرصة يفكر هيلاقي مليون سبب يخليك ما تبدأش. الحل بسيط: عد 5 ثواني وابدأ على طول. قوم من مكانك، افتح الكتاب، ابدأ التمرين، امسك ورقة وقلم، المهم تقوم تعمل حاجة. ما تستناش الحماس لأنه ببساطة مش جاي. الحل التاني: جدولة 90 دقيقة. الدراسات بتقول انك لو ركزت 90 دقيقة متواصلة هتنجز اكتر من 4 ساعات شغل متقطع ومليان تشتت. اقفل اشعاراتك، حط تايمر، وادخل مود الانجاز. الموضوع مش بالكمية، بالعكس ده بالتركيز. ومش شرط تبدأ اليوم كله صح، كفاية تبدأ ساعة ونص صح والباقي هيجي كله لوحده. وتقدر تشوف فيديو البومودورو هيفيدك جدا، هتلاقي اللينك بتاعه في وصف الفيديو. الحل الثالث: ابدأ بالأهم مش السهل. عقلك دايما هيزقك ناحية الحاجات السهلة، زي رد على رسالة، نظف المكتب، بص على السوشيال ميديا. بس الحقيقة النجاح بيبدأ لما تشتغل على الأولوية مش التفاصيل. زي ما قال ويل سميث: مش لازم تكون عبقري، بس لازم تكون منضبط. اسأل نفسك كل يوم: ايه أهم حاجة لو خلصتها النهاردة يومي هيبقى ناجح، وابدأ بيها. الدكتورة أنجيلا داكرز عملت دراسة اكتشفت فيها ان الناس المنضبطين بينجحوا اكتر من الاذكياء. مثال حي على ده محمد صلاح. صلاح مش بس موهوب، لكنه معروف بانضباطه والتزامه الشديد. كل يوم بيصحى بدري، يتمرن بانتظام، وبيشتغل على نفسه بشكل مستمر حتى وهو في القمة. انضباطه ده خلاه واحد من افضل اللاعبين في العالم. صلاح مش بس بيلعب عشان يفوز، لكنه بيلعب عشان يطور من نفسه كل يوم. قصته بتورينا ان الانضباط هو اللي بيصنع الفرق، وانه حتى لو مش عبقري الالتزام والانضباط هم اللي بيخلوه يستمر ويفوز. ابدأ النهاردة ولو بخطوة بسيطة، عشان لو ما بدأتش هتفضل مكانك للأبد. النجاح مش حظ ولا صدفة، النجاح قرار بتاخده كل يوم. كل يوم بتأجله هو يوم تديه لغيرك يسبقك فيه، وكل دقيقة بتضيعها كانت ممكن تكون لحظة تغير حياتك. بس خليك فاكر، انت مش محتاج تغير حياتك كلها في يوم واحد، انت بس محتاج تبدأ بخطوة صغيرة. مفيش بطل بدأ وهو جاهز، بس كل بطل بدأ وهو مصمم انه يكمل. لو وصلت لهنا فانت جاهز انك تبدأ. خليك الشخص اللي بيتحرك. وشوف الحلقات اللي فاتت، استنى الحلقات اللي جاية، اكتب لنا في الكومنتات ناوي تبدأ بايه عشان تقلل وقتك الضايع. شارك الفيديو مع معارفك واصحابك لعلهم يستفيدوا، ولو احنا على اليوتيوب اشترك على القناة.